ازيكم؟ تعرف ان الرومان عملوا معجون للأسنان من بول الإنسان واستخدموه كغسول للفم كمان؟ تعال أقولك أصل الموضوع في دقيقة. كان الأطباء الرومان في القرن الأول للميلاد بيقولوا إن تنظيف الأسنان ببول الإنسان بيبيضها ويزيد من ثبات لونها. وكانت سيدات المجتمع الرومانيات الراقيات المقرفات بيدفعوا فلوس كتير للبول البرتغالي على أساس إنه أجود أنواع البول وبيخلي الأسنان أكثر بياضاً ولمعان، وكانوا بيستوردوه بره. طب افرض إزازة بول وقعت في الطريق، نعمل إيه دلوقتي؟ الناس ما تغسلش أسنانها مثلاً؟ إيه الاستهتار ده؟ ومؤرخو طب الأسنان بيأكدوا المعلومة دي، وإن البول عنصر فعال وأساسي في معظم معاجين الأسنان وغسولات الفم لغاية القرن ال18. المفاجأة اللي محدش يعرفها بقى إن خواص البول بتحتوي على جزيئات الأمونيا اللي بتنظف واللي بتستخدم لغاية النهاردة في معاجين الأسنان الحديثة. فاجئت صح؟ اهدى بس، دي جزيئات أمونيا مركبة كيميائياً مش من بول سعادتك، ما تقلقش. مع غسول بولك طول الأسنان هتخليك آخر جنان. غسلت أسنانك ببولك النهاردة؟